ليليا التونسية تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن خروج مرام صديقتها العراقية. حيفرقونا، يفرقوني أنا وشطري العزيز الغالي. خرجت ليليا التونسية أخيرا عن صمتها لتكشف لأول مرة تفاصيل ما حدث خلال أول نهائي من برنامج قسم ونصيب العروس والحماس، مؤكدة أن قرار إقصائها لم يكن مفاجأة بالنسبة لها، بعدما شعرت بأن غالبية الأمهات اتفقن على التصويت ضدها منذ البداية. وأوضحت ليليا أن السبب الرئيسي الذي جعلها تتلقى أكبر عدد من الأصوات هو اعتقاد الأمهات بأنها أصغر المشتركات سنا، وأنها لا تمتلك بعض النضج الكافي الذي يؤهلها لتحمل مسؤولية الزواج وتكوين أسرة. وأضافت ليليا أن العديد من الأمهات كن يبحثن عن فتاة يرونها أكثر استعدادا لتكوين زوجة لأبنائهن، ولذلك اعتبرن أن صغر سنها قد يكون عائقا أمام بناء علاقة مستقرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر نتيجة التصويت التي انتهت بإقصائها من أول نهائي داخل برنامج الحب والعشق، برنامج الذي أصبح الآن أسري، برنامج قسم ونصيب العروس والحماس. ولم تخفي ليليا شعورها بخيبة الأمل، خاصة أنها كانت تتمنى أن تقيم على شخصيتها وطريقة تعاملها داخل البرنامج، لا على عامل السن فقط. وأشارت أن العمر لا يمكن أن يكون المعيار الوحيد للحكم على قدرة أي فتاة على تحمل المسؤولية، لأن النضج يختلف من شخص إلى آخر ولا يرتبط أساسا ودائما بعدد السنوات. كما تحدثت ليليا بحرقة عن رحيل صديقتها مرام السورية، مؤكدة أن خروجها ترك فراغا كبيرا داخل الفيلا. وأوضحت أنها كانت تعتبر مرام من أقرب الأشخاص إليها، وكانت تشعر بالراحة في وجودها، لذلك كان خبر إخصائها صعبا عليها من الناحية النفسية. وأكدت ليليا أن غياب مرام غير الأجواء داخل الفيلا، وأنها افتقدت الدعم الذي كانت تجده منها في المواقف الصعبة، مشيرة إلى أن صداقتهما لم تكن مجرد علاقة داخل البرنامج، بل كانت قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، وهو ما جعل فراقها أكثر إيلاما. واختتمت ليليا حديثها بالتأكيد على أنها تحترم نتيجة التصويت رغم شعورها بالظلم، لكنها أرادت أن توضح للجمهور وجهة نظرها والأسباب التي تعتقد أنها كانت وراء إقصائها من البرنامج. ورغم انتهاء رحلتها في قسم ونصيب عروس وحماس، أكدت أنها ستحتفظ بالذكريات الجميلة التي عاشتها، متمنية التوفيق لجميع المشاركين في المراحل المقبلة من المنافسة. وفي النهاية أثارت تصريحات ليليا التونسية الكثير من الجدل بعدما كشفت أن عامل السن كان بحسب رأيها السبب الرئيسي الذي دفع الأمهات إلى التصويت ضدها وإقصائها من أول نهائي في برنامج قسم ونصيب، كما أن حديثها عن افتقادها الشديد لصديقتها مرام السورية
أظهر حجم العلاقة التي جمعتهما داخل الفيلا، خاصة بعد رحيل مرام في تصويت سابق لتجد ليليا نفسها تواجه المنافسة وحيدة. فضلا وليس أمرا عليكم بالاشتراك ووضع كومنت وكذلك لايك.